الاتحاد يصدم حمد الله قبل العربية. حقيقة رحيل زياد الصحفي للتعاون. كشف مصير صفقة الاتحاد وتريزيجيه. قرار صادم من الحائل للصفقات. تدرس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائل إمكانية رحيل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بعد البطولة العربية للأندية 2023. وكانت العديد من التقارير الصحفية أفادت بأن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة يرغب في رحيل حمد الله خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، وذلك بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما. كما أوضحت قناة الكأس القطرية على حسابها بتويتر مساء اليوم السبت أن إدارة نادي الاتحاد السعودي ناقشت مع المدرب نونو سانتو حول إمكانية رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد نهاية كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023. ويفتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 يوم 27 يوليو بمواجهة الترجي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات. من المقرر أن ينطلق معسكر نادي الاتحاد السعودي في مدينة الطائف في 10 من شهر يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم 26 من ذات الشهر. تستهدف إدارة نادي الوحدة التعاقد مع زياد صحفي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023 من أجل تدعيم صفوف فرسان مكة في الموسم الجديد. وكانت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائل وافقت على خروج زياد الصحفي إلى نادي التعاون في الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل العودة لصفوف الفريق في المعسكر التحضيري بمدينة الطائف. وينتظر زياد الصحفي حسم مصيره من قبل إدارة نادي الاتحاد من أجل إنهاء إجراءات انتقاله لصفوف الوحدة هذا الصيف، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية في تقريرها مساء اليوم السبت. يتبقى في عقد الصحفي مع نادي الاتحاد موسمين، إذ أن عقده ينتهي في صيف 2025 بعد أن تم التجديد له في إبريل 2022 لمدة 3 مواسم مضى منها موسم واحد. كشفت تقارير صحفية عن تطورات هامة بشأن مستقبل الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزونسبور التركي في ظل الأنباء المنتشرة حول اقترابه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. هذا ووفقا لما نشرته شبكة تركية، فإن محمود دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أبرزها الاتحاد والهلال والاتفاق. وكذلك نوهت التقارير على أن ناديي الهلال والاتحاد على وجه التحديد يستعدان لتقديم عرض رسمي للحصول على خدمات محمود. على الرغم من تمسك طرابزونسبور بمحمود، إلا أن القيمة المالية للعرض الذي سيتم تقديمه إذ وصلت إلى 10 ملايين يورو ستوافق الإدارة على رحيل اللاعب المصري. محمود خاض 41 مباراة برفقة طرابزونسبور في جميع المسابقات بالموسم المنصرم 2022-2023، حيث سجل 13 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة. وإضافة إلى ذلك يعتبر الجناح المصري هو هداف طرابزونسبور هذا الموسم والأكثر مساهمة بالأهداف مع الفريق في جميع البطولات. وحدد النادي التركي مهاجم منتخب يوسف بلايلي كبديل رئيسي لتعويض الرحيل المحتمل لمحمود في السوق الصيفي الحالي. وفي حال حسم صفقة بلايلي فإن الإدارة التركية ستوافق مباشرة على رحيل نجم منتخب مصر، علما بأن النجم الجزائري سبق أن انفصل عن أجاكسيو الفرنسي وأصبح لاعبا حرا. يواصل نادي الاتحاد تحركاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد 2023-2024 بالعديد من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الذي انطلق في الأول من يوليو الجاري. أشعل نادي الاتحاد سوق الميركاتو بتعاقده رسميا مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي نجمي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، وذلك لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2026 بجانب البرتغالي غوتا. يستعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد الذي يشهد مشاركة العميد في مسابقات دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، وكأس الملك سلمان للأندية، وكأس العالم للأندية. وفقا للصحفي ماجد هود، فإن إدارة الاتحاد برئاسة المرة الحائلة قررت عدم ضم صفقة أجنبية أخرى بعد التعاقد مع ثلاثي بنزيما غوتا كانتي. وتأمل الجماهير العاشقة للعميد في تدعيم فريقها بعدة محترفين على مستوى عالي من أجل المنافسة على لقب دوري روشن النسخة المقبلة بجانب كأس العالم للأندية. وتوج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم بعد غياب 14 عاما ليتأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية في
تدرس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي إمكانية رحيل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بعد البطولة العربية للأندية 2023. وكانت العديد من التقارير الصحفية أفادت بأن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة يرغب في رحيل حمد الله خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، وذلك بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما. كما أوضحت قناة الكأس القطرية على حسابها بتويتر مساء اليوم السبت أن إدارة نادي الاتحاد السعودي ناقشت مع المدرب نونو سانتو حول إمكانية رحيل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد نهاية كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023. ويفتتح نادي الاتحاد السعودي مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 يوم 27 يوليو بمواجهة الترجي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات. من المقرر أن ينطلق معسكر نادي الاتحاد السعودي في مدينة الطائف في 10 من شهر يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم 26 من ذات الشهر. تستهدف إدارة نادي الوحدة التعاقد مع زياد صحفي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023 من أجل تدعيم صفوف فرسان مكة في الموسم الجديد. وكانت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي وافقت على خروج زياد صحفي إلى نادي التعاون في الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل العودة لصفوف الفريق في المعسكر التحضيري بمدينة الطائف. وينتظر زياد الصحفي حسم مصيره من قبل إدارة نادي الاتحاد من أجل إنهاء إجراءات انتقاله لصفوف الوحدة هذا الصيف، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية في تقريرها مساء اليوم السبت. يتبقى في عقد الصحفي مع نادي الاتحاد موسمين، إذ أن عقده ينتهي في صيف 2025 بعد أن تم التجديد له في إبريل 2022 لمدة 3 مواسم مضى منها موسم واحد. كشفت تقارير صحفية عن تطورات هامة بشأن مستقبل الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزونسبور التركي، في ظل الأنباء المنتشرة حول اقترابه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. هذا ووفقا لما نشرته شبكة تركية، فإن محمود دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزها الاتحاد والهلال والاتفاق. وكذلك نوهت التقارير على أن ناديي الهلال والاتحاد على وجه التحديد يستعدان لتقديم عرض رسمي للحصول على خدمات محمود. على الرغم من تمسك طرابزونسبور بمحمود، إلا أن القيمة المالية للعرض الذي سيتم تقديمه إذ وصلت إلى 10 ملايين يورو ستوافق الإدارة على رحيل اللاعب المصري. محمود خاض 41 مباراة برفقة طرابزونسبور في جميع المسابقات بالموسم المنصرم 2022-2023، حيث سجل 13 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة. وإضافة إلى ذلك يعتبر الجناح المصري هو هداف طرابزونسبور هذا الموسم والأكثر مساهمة بالأهداف مع الفريق في جميع البطولات. وحدد النادي التركي مهاجم منتخب يوسف بلا